تخيل انك قررت تنزل السوق في مرة عشان تشتري تفاح، وبعدين وانت بتسأل كذا بايع عن سعر التفاح طلع لك ارقام زي 9.5، 10، 10.5، 11. لما بتروح البيت ويجي حد يسألك ايه الاخبار، هو التفاح كان بكام النهاردة؟ فانت بتقول والله في المتوسط سعر التفاح النهاردة كان تقريبا 10 جنيه. في الحالة دي انت بشكل لا واعي استخدمت فرع من فروع علم الاحصاء الا وهو descriptive statistics او الاحصاء الوصفية. الإحصاء الوصفية دي بتحاول إن هي من خلال عدد نقط معينة صغير من بيانات كبيرة تلخص يا ترى البيانات الكبيرة دي ممكن يكون شكلها كله عامل إزاي. طيب لو أنت قررت إنك حابب تعرف سعر التفاح في المدينة ككل عامل كام، إيه اللي أنت هتعمله؟ في الحالة دي أنت هترفع سماعة التليفون على صديقك اللي عايش في شارع تاني وعلى قريبك اللي عايش في شارع غير الشارعين اللي أنت وصديقك فيهم، وبتبتدي تعرف منهم يا ترى سعر التفاح عندهم عامل كام. فواحد فيهم بيقول لك تقريبا 12، وواحد فيهم بيقول لك حوالي 13. في الحالة دي أنت بتوصل لنتيجة إن تقريبا سعر التفاح في المدينة كلها ما بيعديش ال 13 جنيه. واللي أنت عملته برضه في الخطوة الثانية دي هو إنك استخدمت فرع من فروع علم الإحصاء اسمه inferential statistics أو الإحصاء الاستدلالية. ليه بقى الإحصاء دي مهمة جدا جدا لأي داتا ساينس، ومهم جدا إنها تتعمل بشكل أكيوريت أكتر بكتير من الطريقة اللي كنا بنحكي فيها من شوية. تخيل ببساطة إن حضرتك شغال على بيانات إحدى شركات الاتصالات واللي مثلا هتكون حوالي 30 مليون مشترك. يستحيل إنك هتفضل كل مرة تتعامل مع ال 30 مليون مشترك دول ككتلة واحدة، ولكن أنت بتحاول تلخص المشتركين دول في شوية أرقام بسيطة زي متوسط قيمة الشحن في الشهر، زي متوسط الناس اللي بيسيبوا شركتنا كل شهر، زي متوسط جيجات الإنترنت اللي بيستخدموهم كل شهر. وده هتحتاج فيه أكيد descriptive statistics عشان تقدر توصف بيها البيانات الكبيرة دي بشوية أرقام صغيرة. كمان لو الشركة بتاعت حضرتك فكرت إنها تعمل أوفر وليكن مثلا ضعف الشحن ببلاش، فالشركة في المراحل الأولى من العرض بتجربوا على 1000 واحد 2000 واحد، وبعدين بيجمعوا بيانات المشتركين تجاه العرض ده في العينة الصغيرة دي، ويجوا يقولوا لحضرتك بما إنك حد دارس inferential statistics وحد data science، إحنا عايزين نعرف يا ترى بناء على البيانات اللي طلعت من العينة الصغيرة دي الوضع هيكون عامل إزاي في العينة الكبيرة اللي هي المشتركين ككل. ودورك هنا بيبقى إنك توظف بعض من مفاهيم الانفرنشال statistics عشان تحسب الموضوع ده بشكل دقيق. طب السؤال بقى دلوقتي، ليه كل الناس بتشتكي من هذا العلم؟ كل الطلبة اللي بتحاول تتعلم علم الداتا ساينس لأول مرة بيسترخموا الإحصاء، بيحسوا إنها مش نازلة لهم من زور، وبيحسوا إن هم